زعيمة أكبر عصابة لتجارة المخدرات وتصنيعها في مصر، سارة خليفة، الإعلامية والمذيعة المشهورة واللي متورطة في واحدة من أكبر قضايا المخدرات في مصر. في عملية أمنية ضخمة ألقت الداخلية القبض على تشكيل عصابي يقوده الإعلامية سارة خليفة، بيصنعوا الحشيش ويتم جلب المواد الخام من الخارج على هيئة بودر، وده داخل شقتين داخل القاهرة في إحدى الأماكن الفاخرة. تم ضبط بداخلهم خلاطات، عبوات ومعقمات لتصنيع أكبر كمية من المخدرات، وتم إلقاء القبض عليهم متلبسين ومعاهم 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، وكمان مشغولات ذهب وفلوس بالملايين، وخمس سيارات فاخرة جدا لتوزيع المخدرات. الصدمة كانت في إجمالي المضبوطات اللي مسكوها معاهم، كانت قيمتها بحوالي 420 مليون جنيه. التحقيقات شغالة طبعا، وتم ضبط عدد كبير من المتهمين وحوالي 6 متهمين هربانين، والتحريات والنيابة هتكشف تفاصيل أكتر الفترة الجاية، وخصوصا عن نجوم بيترددوا على شقة سارة خليفة وكانوا أصدقاء ليها جدا. لو عايزين تعرفوا أكتر عن القضية وعن تفاصيلها وعن سارة خليفة والنجوم أصدقائها، شوفوا الفيديو بالتفصيل على قناتي.